سلام يا الزينات يا الغاليات، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفه رائعه جدا واللي هي روز بالكالامار. ان شاء الله حين يعجبكم وتجربوه ان شاء الله. واش نحكي لكم، يجي بزاف بنين. نتمنى من كل قلبي انه يعجبكم ان شاء الله، وراكم راح نجربوه. سورتو الكالامار راه في وقته والحاجه الاساسيه باش يجيكم الكالامار الروز تاعو بنين لازم له الجلبانه. يعني اذا ما درتوش الجلبانه فيه ما درتو والو. يعني كي ديروا الجلبانه راح تمدلو بنه. واش نحكي لكم يجي هايل بزاف. نتمنى تعجبكم وتجربوها. بالنسبه يدخلوا جديد القناه ديروا نجم واشتركوا في القناه باش يطلعوا لي فيديو وخلونا تعليق. وبالنسبه للمقادير تاعو بسيطه. شوفوا هنا ما درتلو رز روديه والقرعه والجلبانه ومريقه حمراء. نتمنى انه حتعجبكم ويلا نبداو بركه الله بطريقه التحضير تاعو. بالنسبه للمقادير اروحوا كامل كوزيناتكم بداو في هذا الطبق تاعنا. هنا شديت الطنجره تاعي ولا كوكوطه كيما تحبوا. ديروا فيها الكالامار تاعكم يكون منقي كامل. هنا درت فيها حبه تاع بصل مقطع، حبه طماطم مسكرفجه. بالنسبه للتوابل عندي كمون، فلفل الكحل، راس الحانوت وفلفله، ملعقه طماطم مصبره، هريسه والثوم والزيت. نخليه يتقلى مليح. بعد نضيف الخضره تاعي اللي هي زروديه والقرعه والجلبانه ونمرقها ونخليها تطيب في غردها. وهنايا بعد ما سلكت هاد اللاصه هذه جيت نفور الروز تاعي. بالنسبه للروز تاعي هنا كنت فورته مره نرملو شويه من فوق باش ما يتواسناش. كيما راكم تشاهدوا نخلوه يفور مليح باش ما يقعدش يابس، يطيب مليح. من بعد شديت البلا اللي حيدخل الفوق. هنا درت له هذيك المرقه كامل. استفت هذاك الروز اللي كان طابلين. بعد درت فوقه هذيك المرقه كامل، هذيك الخضره مع الجلبانه كامل وهذاك الكالامار بعد ما كان طابلين. ندخلوا الفوق يتجمر شويه ونشوفوه واجد في صحن التقديم. وهنا الطبق تاعنا راهو ساهل واجد معنا. نتمنى انه يكون عجبكم وراح نجربوه ان شاء الله. شفتوا واش درت له؟ زروديه والقرعه والجلبانه اللي قلت لكم هي اساسيه. نتمنى دخلتوا الفوق بعد ما خرجها ولك الشكل تاعو النهائي. نتمنى انه يكون نال اعجابكم ان شاء الله وكون رايحين تجربوه. واللي تدخلوا جد القناه ديروا النجم اذا عجبكم هذا الفيديو، اشتركوا في القناه وبارطاجيوا الفيديو مع الاصدقاء. وهنا معني نقول لكم مع السلامه، نتلاقاو مع وصفه جديده.